بنص كيلو من الدقيق عملنا 4 فطاير من الفطير المشلتت ده زي ما انت شايفه، بطريقه سهله جدا جدا، ومن اول مره هتكوني ناجحه فيها وهتعملي احلى فطير مشلتت باذن الله زي ما متعودين دايما. يلا ندخل بقى نشوف الطريقه اللي هي سهله وبسيطه وفي نفس الوقت لذيذه جدا جدا جدا، ومكوناتها موجوده عندك في البيت. يلا زرعي نخله في الجنه اول ما تدخلي كده، ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبالله عليكي يلا حطي لايك لو شكل الفطير عجبك. يلا نبدأ الوصفة مع بعض يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة. هنجيب نص كيلو من الدقيق أو طبق زي ما انت شايفة كده مليان من الدقيق، وهنبتدي مع بعض كده نحط المعيار بتاع الدقيق في قلب الطبق زي ما هو بعد ما تكوني نخلتيه طبعا، علشان لو في أي حاجة أو تدخلي له كمان شوية من الهواء. معلقتين من السكر ومعلقة أو نص معلقة صغيرة من الملح ومية دافية للعجن، مش أكتر من كده. شوية سكر وشوية ملح نحطهم في مية دافية ونقلبهم كويس، ونبتدي نشوف هنعمل العجينة بتاعتنا. ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي اضافات تانية، حاجه سهله وبسيطه ومكوناتها موجوده عندك في البيت. مش قلتلك؟ يعني شويه دقيق مع شويه ميه دافيه، هنحط فيهم معلقتين من السكر ونص معلقه او معلقه صغيره خالص من الملح، وهنبتدي نقلب طبعا الاول الحاجات ديت علشان طبعا تبقى سهله ان هي تتقلب في العجينه. بعد كده هنقلب السكر والملح كويس جدا في الميه الدافيه، وهنبتدي ننزل بقى على العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. انا بحاول اقلب كده عشان ادخل العجينه شويه هوا كده كمان علشان يبقى الدقيق مفرفط كده وحلو وقمر. ونبتدي بقى نقلب كويس السكر والحاجات دي. وعايزين طبعا زي ما احنا متعودين في فيديوهاتنا بنقول ان لساننا دايما يكون ذاكر طول ما احنا بنعمل وصفه او في يومنا بصفه عامه. فطبعا سبحان الله ربنا يديك البركه في كل حاجه بتعمليها، طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. يبقى وانت بتعملي اي حاجه اذكري الله اذكري الله، صلي على النبي، سبحي كبري هللي، قولي لا حول ولا قوه بالله، اي ذكر يجي على بالك استغفري اي ذكر. والعجانه شغاله انت كمان خلي لسانك رطب بذكر الله. يلا العجانه كده هتشتغل. ما عندكيش عجانه مفيش اي مشكله، طبقك البلاستيك في ايدك زي ما احنا متعودين، ويلا حطي شويه الدقيق والحاجات اللي احنا بنحطها عليه وابدأي عجيني بقى بايديكي لحد ما تحسي ان العجينه بقت ملسه جدا معاكي وبتمط كده معاكي. بس احنا عايزين العجينه بتاعتنا يا بنات لا هي تكون سميكه قوي ولا هي تكون طريه قوي، احنا عايزين فيها سن التلزيق علشان لما تكون بتلزق شويه معاكي وطريه كده سنه بسيطه هتبقى لما تريحيها سهله معاكي في الفرد. وهتشوفي معايا دلوقتي الطريقه بالظبط، وهتشوفي هي ازاي سهله جدا في الفرد وبطريقه بسيطه جدا. اهي ما شاء الله العجينه شغاله اهي ما شاء الله. انا سبتها تقريبا 7 دقائق في العجانه، لو على ايديكي ممكن تاخد منك 10 دقائق كده ولا حاجه. يلا هنبتدي نطلعها. شوفي هي فيها سن التلزيق هتشوفوها معايا دلوقتي. خلاص تمام كده زي ما انتم شايفين. هنعمل بقى تركايه وحركايه دي هتفرق معاكي جدا جدا في الفطير بتاعك، وهتخلي الفطير بتاعك كده يعني طعم السمنه واضح جواه قوي قوي قوي. اول ما تخلصي العجينه كده عجنه، شوفوا ما شاء الله العجينه ناعمه اهي زي ما انتم شايفين وبتمط في ايديكي زي اللبانه كده او زي الاستيك. هتيجي ناخد شويه من الزبده كده صغنطتين كده في ايديكي، ويلا عجيني بيهم العجينه تاني يعني في الوش كده. ايوه شوفي حاجه بسيطه كده، خليهم بقى في وش العجينه او في اخر حاجه في العجينه، هيفرق معاكي في العجينه وفي الفرد كمان. هتخلي العجينه بتريح معاكي اسرع، وهتخليها ما شاء الله تبارك الله بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله والبساطه. شفتي الطريقه سهله جدا، وهتشوفي بقى كمان ما شاء الله الفرد والتطبيق حاجه سهله جدا مش متعقده ولا اي حاجه. وانت شفتي النتيجه في بدايه الفيديو، الفطير شكله يفتح النفس يا بنات، ريحته جميله طعمه جميل مورق من جوه. انا كنت عايزه اوريه لكم بس كان سخن قوي قوي من جوه، عباره عن طبقات كده متورقه يا بنات، انما قمر القمر يعني ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين. يلا توهي السمنه جوه العجينه بتاعتك، ما تخليش اي فتفوته من العجينه علشان ما شاء الله تبارك الله هي كل فتفوته فيها هيبقى طعمها قمر القمر. يلا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يا بنات عايزين كلنا نلزم الاذكار ديت يوميا، هيكون لها بركه كبيره جدا، ودي طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بنعقدها على ايدينا 7 حاجات على صوابعنا، هقول لكم عليها بس بعد ما اقول لكم ان انا هقطع العجينه. هي دي المفروض نص كيلو من الدقيق، فانا قطعته على كورتين. بس بصراحه يا بنات بعد ما قطعته على كورتين حسيت ان الرخامه عندي مش هتاخد العجينه الكبيره دي اعرف افردها براحتي، فقطعتها على 4 فطاير عشان اقدر افردها كويس جدا واخد راحتي في الفرد، والفطيره بتاعتي تبقى رقيقه جدا وتطلع بعد كده مورقه وحلوه. طيب يلا يا هنا لحد ما نريح العجينه كده وترتاح تعالوا نقول ايه هم ال7 حاجات اللي هنعقدهم على ايدينا ونقولهم كل يوم. هنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كده 4 اللي احنا متعودين عليهم الباقيات الصالحات. هنزود عليهم 3
3 اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. صدقوني يعني فضلها كبير جدا جدا جدا، وما نحرمش نفسنا طبعا، نقول اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. كده ما شاء الله تبارك الله. هنقطع عجينتنا وهنسيبها ترتاح كده مع نفسها، ونبتدي بقى نشوف نشيل العجانة ونروق الدنيا حوالينا. وقمر القمر اهو زي ما انتم شفتوا، انا رجعت قطعتها على 4 يا بنات عشان اعرف افردها على الرخامة زي ما انتم شايفين. وعلشان تعرفي عجينتك ارتاحت ولا لا، تحطي صباعك جوه العجينه كده، لو مكان الصباع غرس تحت في العجينه يبقى كده عجينتك ارتاحت وما شاء الله تمام التمام. هنسيبها من 10 دقائق لربع ساعه. لو صباعك رد تاني يبقى كده العجينه لسه ما ارتاحتش ومش هتبقى حلوه معاكي في الفرد. هتيجي تفرديها هتبقى عامله زي الاستك وتتلم منك تاني. فاهم حاجه، اهم حاجه لنجاح الفطير وعشان يريحك في الفرد انك تكوني ريحتيه كويس جدا. وكمان جبنه زبده سايحه او زبده على زيت او سمنه اللي موجود عندك يا بنات. مفيش اي مشكله ان احنا نعمل باللي موجود عندنا، الجوده بالموجود، اي حاجه موجوده عندنا ومعانا اذكار ربنا ملازمانا هتبقى كل حاجه فيها بركه وفيها خير. طبعا احنا متعودين ممكن نستعمل النشابه. انا احنا عندنا بنقول عليها اسمها نشابه، فحبيت اوريكم شكلها. انا بعرف استخدمها عادي مفيش مشكله، لكن بصراحه انا ما حبيتش ان انا استخدمها في الفيديو لان مش كل الناس بتعرف تستخدم النشابه. فدلوقتي حته الفراده او الفراده احنا بنقول عليها فراده اللي انتم شايفينها دلوقتي اللي بتفرد العجين، موجوده في كل مكان وموجوده في كل البيوت تقريبا دلوقتي، فممكن تبقى سهله على كل الناس. فانا حبيت اعمل بالحاجه اللي كل الناس ممكن تكون متعوده عليها وهتكون سهله عليها. فنبتدي نفرد بالفراده كده زي ما انتم شايفين، وتبتدي تاخدي العجينه يمين وشمال على ايديكي كده ترحيها بحيث ان هي تتفرد معاكي اسهل واسرع يعني عشان تنجز معاكي. ترققيها شويه بمعنى اصح، وبعدين تبتدي تمشي برده بالفراده، بتكوني حاطه حبه من الدقيق تحت وحبه من الدقيق فوق، وتبتدي تفردي. انا عايزاكي تفردي العجينه على قد ما تقدري لحد ما تحسي ان هي بقت شفافه كده ورقيقه جدا. وما شاء الله تفردي من جوه لبره من جوه لبره زي ما انت شايفه، علشان الرقاقه بقى والفطيره بتاعتك تطلع كده ما شاء الله مورقه وقمر القمر وطبقاتها خفيفه كده وهشه. ما شاء الله تبارك الله يا بنات. يلا طب ما انتوا بتعملوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده طول ما انت واقفه يلا ابدأي واتكلمي، اوعي تقفي ولسانك ساكت. خلي كل وقت انت بتعملي فيه اي حاجه هو وقت بتعملي فيه امور دنيويه وبتحافظ على حصلة الحسنات بتاعتك اللي انت بتجمعي فيها حسنات في ميزان حسناتك ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، كلها فتره صغنططه ويدخل علينا العيد ان شاء الله، ونعمل احلى فطير او رقاق طري كده باذن الله عشان نعمل احلى صينيه رقاق باللحمه المفرومه ان شاء الله. يلا خلاص كده فردناها كويس جدا وخليناها زي ما انتم شايفين خفيفه قوي. هجيب بقى شويه من الزبده بتاعتي وابتدي ادهنها بقى كده واظبطها زي ما انتم شايفين. بكده هنكون غلفناها كلها بالزبده، والزبده طبعا بتخلي الفطيره بتاعتك طريه كده وقمر. هنبتدي نتني الطرف ده عليها، وهنبتدي برده نحط من كل طبقه وطبقه شويه من الزبده كده، يعني خلي فطيرتك مورقه. كل ما تحط لها زبده بين كل طبقه وطبقه كل ما هتكون مورقه وجميله معاكي. يلا هنتني الطرف التاني زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، برده هنحط كده شويه من الزبده. خليكي كريمه شويه كده يعني عشان ما شاء الله الفطير يطلع معاكي قمر القمر. هنتني دي على دي كمان، وهنبتدي بقى نلمها يا بنات على بعضها بحيث ان هي تبقى كوره معانا زي ما انتم هتشوفوا. الطريقه سهله جدا والفرد سهل جدا. هنفرد كام واحده مع بعض علشان تعرفي ان الطريقه سهله. هنبتدي بقى نلمها على بعض كده بالطريقه اللي انت شايفاها دي بحيث ان هي تبقى فطيره معانا ما شاء الله زي ما انت شايفه. طبعا دي الحجم بتاعها صغنطه كده زي ما انتم شايفين. لو ان شاء الله هحاول باذن الله المره الجايه اعملها على حجم اكبر على الطبليه بقى علشان يبقى المساحه قدامي واسعه، واعملها كبيره كده ونظبط الدنيا. يلا حطيها بقى في طبق كده زي ما انت شايفه عشان ترتاح طبعا، وحطي بقى سمنه على وشها من فوق كده، زبده كده على وشها من فوق، واركنيها على جنب. ويلا هاتي اللي بعدها وقولي بسم الله، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله ربي لا اشرك به شيئا. ما شاء الله يا بنات، طول ما انت بتعملي اي حاجه خلي لسانك ذاكر، خلي اذاعه القران الكريم
جنبك شغليها كده ومتعي اودانك كده بكلام الله عز وجل وبالقران وترتيل القران زي ما متعودين. يلا افرديها على ايديكي كده 1 2 3 وحسي ان انت بتلعبي مش بتعملي فطير. ويلا بسم الله ما شاء الله هتعملي لاولادك اكله هم بيحبوها وبيموتوا فيها. وكل شويه يقول لك يا ماما اعملي لنا فطير. املي بيتك بالخير، املي بيتك بالبركه. ما عندك اي دقيق يلا قومي اعملي كل حاجه فيها خير. اعملي صينيه كيكه، اعملي شويه قرص، اعملي شويه قراقيش. انا عملت قراقيش حلوه جدا يا بنات، ارجعوا بس للفيديو اللي فات هتلاقوا ما شاء الله تبارك الله القراقيش بطريقه سهله جدا جدا ونتيجتها ما شاء الله جميله قوي، هشه وخفيفه ولونها قمر. ارجعوا بس في الفيديو لفوا لفه كده في القناه هتلاقوا ما شاء الله في وصفات اقتصاديه حلوه جدا واكلات موفره مع الوقت اللي احنا فيه. الواحد يعني سبحان الله ربنا يرحمنا برحمته من الغلاء يا بنات. بس دايما سبحان الله هنقول زي ما متعودين نعبد الله كما امرنا وسيرزقنا كما وعدنا. احنا نعبد ربنا ونقول الاذكار ونقول ادعيه الرزق وجلب الرزق، ربنا سبحان الله هيضمن لنا الرزق وهو كده كده ضمنه لنا، بس يرزقنا بقى البركه فيه لان البركه اهم من الرزق نفسه يا بنات. بنفس الطريقه هنعمل الفطيره الثانيه وهنظبط دنيتنا كده يبقى معانا احلى فطاير باذن الله. فطير مشلتت مع حته جبنه قديمه مع شويه عسل، يعني مشي نفسك باي حاجه حواليك موجوده. وحتى لو هياكلوها كده ما شاء الله تبارك الله قمر القمر. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديا وايديكم اللهم امين، ويجعل في ايديا وايديكم البركه اللهم امين. عايزين بقى ندعي علينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا ربنا يرزقهم ذريه عاجلا غير اجل اللهم امين يا رب العالمين. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. يا رب سد دين كل مديون يا رب. وهفضل اقول لكم يا بنات ان احنا دلوقتي خلاص بدأنا شهر ذو القعده، اوعوا يا بنات تضيعوا اجر ذو القعده. كل يوم لازم يكون عندكم يعني سبحان الله اجر في اليوم ده، وكل يوم برضو في نفس الايام دي اللي هو في شهر من الاشهر الحرم ان احنا نتجنب المعاصي ونتجنب السيئات على قد ما نقدر، على قد ما نقدر سبحان الله نتجنب المعاصي والسيئات. وفي نفس الوقت نحاول على قد ما نقدر ان احنا نكتسب حسنات وان احنا نكتسب اجر ان شاء الله، لان الاجر معظم والذنب ربنا يعافيني واياكم معظم برضو. فنحاول على قد ما نقدر كده ان احنا ناخد اجر وحسنات. ومن باب الاجر والحسنات انا النهارده عملت الفطير المشلتت ده علشان ولادي يفرحوا، فمن باب ادخال السرور على المسلم. فبحب افرح ولادي، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فانا حبيت افرح ولادي بالفطير ده علشان هم اكيد كان نفسهم فيه، وسبحان الله عملتها لهم مفاجاه. لما شافوه فرحوا قوي قوي قوي. الحمد لله يا بنات، حاجات بسيطه تقدري تعمليها تفرحي ولادك بيها، وان بتفرحي نفسك قبل ولادك، بتحسي ان انت عملتي حاجه حلوه وناجحه كده وشكلها يفتح النفس، وفي نفس الوقت فرحه ولادك بيها بيفرحوكي انت كمان. ربنا يا رب يجعلنا كل عمل كده خالص لوجهه الكريم اللهم امين يا رب العالمين، ويجعل في ايديا وفي ايديكم البركه بتاعت ربنا عز وجل. اللهم ارزقنا البركه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. كده خلاص دي الفطيره الثالثه اهو بنعملها مع بعض بمنتهى البساطه، ما خدتش مني وقت ابدا ابدا. كنت بتمنى لو عجنت كيلو ولا 2 كمان علشان نبقى عامله شويه فطير ممكن احطهم في الفريزر بالمره، وما خدوش مني وقت في التسويه يا بنات ابدا ابدا. عايزين نتكلم عن التسويه. التسويه مهمه جدا جدا، زي ما بتورقي الفطيره لازم برضو التسويه تكون حلوه قوي. احنا طبعا هنعمل الفطاير دي، واهم حاجه يكون البوتاجاز بتاعك مشغلاه قبلها بربع ساعه، على الاقل ربع ساعه عشان الفرن بتاعك يكون سخن جدا. يبقى نسخن الفرن قبلها بربع ساعه عشان يكون سخن جدا، وتقربي الشبكه لاقرب جزء تحت جنب النار على طول، عشان عايزين النار تبقى عاليه طالعه على الفطيره على طول. والنار من فوق تكون هاديه برضو، مش يعني نار متوسطه بتاعت الشوايه من فوق. او لو الفرن عندك ما بيشتغلش الاتنين مع بعض شغلي تحت الاول، واول ما تحسي ان الفطير بتاعك بدأ يقب كده ويحمر من تحت شويه يلا شغلي بقى الشوايه من فوق لحد الوش بتاعك ما يحمر كده ويبقى لون ذهبي كده وقمر القمر. يعني حاجات بسيطه وسهله جدا، بس اهم حاجه تحافظي على التركات البسيطه دي، سواء في الفرد العجين انك تريحيها كويس جدا وانك تخدميها بالسمنه او الزبده، وكمان اهم حاجه كمان تسويه الفرن، ازاي تظبطي الفرن عشان تسوي الفطير. هتلاقي الفطير طلع معاكي ما شاء الله تبارك الله. وفعلا يا بنات ما شاء الله ما اخدش مني
وقت ابدا ابدا في السوا. اللهم بارك. يعني انا كنت متخيله ياخد وقت اكتر من كده، لكن ما شاء الله يعني ما خدش مني وقت ابدا ابدا كده ما شاء الله. هنخلي بقى الاربع فطيرات يريحوا شويه كده، وعلى ما يريحوا اكون سخنت الفرن كويس جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين اهم حاجه ننضف رخامتنا ونخليها زي الفل. يعني قبل ما على ما بس ريحوا والفرن سخن كنت خليت رخامتي زي الفل، وكنت غسلت العجانه وغسلت المواعين اللي انا عملتها. يعني ما شاء الله شوفوا الفطير قابب ازاي من كتر جماله وحلاوته. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. يلا يا بنات قوموا كده، يلا بطلي كسل كده وقومي يلا هاتيلك شويه دقيق واعملي احلى شويه فطير. الولاد كانوا هيتجننوا عليه بصراحه، كان مورق وقمر القمر. يلا شوفي بقى كده، هناخد واحده واحده كده ونبتدي نفردها في الصينيه زي ما انت شايفه. هي الزبده هتكون مسكت منك شويه، فهتلاقي نفسك سهله جدا وانت تفرديها، هتلاقيها قمر كده. شوفي بمجرد ضغطه بسيطه هي الفطيره بتكبر معاكي زي ما انت شايفه كده، وتظبطيها بحيث ان هي تكون ايه دايره كده معاكي. عايزاها رقيقه شويه وسعي الدايره، عايزاها تكون حاشيه كده وتقيله وفيها كام طبقه كده تقيله من جوه كده وتحس ان هي طريه، خليها ايه قرص كده. انا بصراحه الحجم ده كان مناسب معايا جدا، كانت الفطيره طالعه حاشيه كده وجميله ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا انا كنت عايزه اخلي الاتنين جنب بعض، بس لقيت لا مش هتمشي، هتبقى صغيره يعني مش هتكفي، فقلت خلاص احطها في النص كده وابتدي اظبطها كده زي ما انتم شايفين. ممكن بعد كده لو انت عندك مساحه كبيره اعمليهم على فطيرتين في صينيتين كبار، وهيبقى قمر القمر برضو يا بنات وحلوين. هنبتدي بقى نعمل الفطيرتين دول هحطهم مع بعض في صينيه واحده. تمام ولا في صينيه؟ لا هحطهم في صينيه واحده. هتشوفوا دلوقتي معايا. قلت خلاص ما دام الصينيه التانيه كبيره وقدرت تاخد الاتنين جنب بعض فيبقى احسن عشان يوفر عليا وقت في ان انا ادخلهم الفرن ورا بعض. فدخلوا معايا على مرتين وما شاء الله كان كده حلو قوي معايا ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديا وايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويلا بقى بينا نشوف القمر اللي طالع من الفرن سخن بنار. وشوفوا ما شاء الله يا بنات، ادي الفطيره اهي. شوفوا ما شاء الله قبه وقمر قمر قمر وهشه وخفيفه وجميله جدا. انا مطلعه لكم دلوقتي سخنه بنارها، يا دوب بشيلها بالمعلقه من الصينيه واحطها زي ما انتم شايفين. دي الصينيه الثانيه، انا دخلت طبعا الصينيتين الاولانيين وبعدين دخلت صينيه فيها الفطيرتين جنب بعض، فما شاء الله طلعوا اتنين مع بعض واتنين مع بعض، فما خدوش مني وقت ابدا. شوفوا هشه وخفيفه ازاي، انا عايزه امسكها لكم بس بصراحه سخنه قوي. شوفوا هشه ازاي، وشوفوا ما شاء الله مورقه من فوق وقبه وزي العسل وزي السكر، ولا احلى فطاطري بقى. مش هقول لك بقى، الولاد هيتجننوا عليها كده من جمالها وحلاوتها ولونها القمر الذهبي ده. ويلا بقى هنطلع الاثنين التانيين اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. شوفوا مش مستحمله اصلا ما شاء الله اهو. شوفوا قابين الاثنين التانيين كانوا كبار شويه. شوفوا لما جيت انقلها شوفوا الطبقه اللي على الوش الخفيفه طلعت من كتر ما هي دايبه وقمر كده وخفيفه وهشه. اللهم بارك يا بنات. يلا اعملي كده وقومي وتحمسي وتنعنشي وتنغنشي، خليكي شاطره وخليكي قروبه ولفي كده في القناه. ولو كنت وصلتي لحد الحته القمر دي اوعي تنسيني من اللايك والاشتراك في القناه. خلي ربنا يكرمنا كده كلنا وعيلتنا تكبر بيكم وليكم.